بصوا كده الفيديو ده. يا سيسي ألم يكفيك 60,000 شهيد؟ ألم يكفيك؟ اللي انت شفته في الفيديو ده يبقى كمال الخطيب، نائب رئيس الحركه في اسرائيل، وهو واقف في تل ابيب وتحت حمايه الشرطه الاسرائيليه، واقف قدام السفاره المصريه عشان يهاجم مصر وينتقدها على حصارها لاهل غزه. طب بص كده معايا برضه الفيديو ده. يا أهل مصر، يا قادة مصر، يا جيش مصر وعشائرها وقبائلها وعلمائها وأزهرها وكنائسها ونخبها، أيموت إخوانكم في غزة من الجوع وهم على حدودكم؟ اللي في الفيديو ده يبقى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، اللي هو اصلا قاعد بره غزه في مكتب تحت التكييف، وبيدعي المصريين ان هم يزحفوا برا وبحرا وجوا تجاه غزه ويضحوا بدمهم عشان اخواتهم في فلسطين، وهو يبقى قاعد بيتفرج من مكتبه. قبل الفيديو ده بقى بيومين انتشرت فكره خبيثه في محتواها عشان المصريين يطبقوها، وهي ان هم يجيبوا حبوب الغذاء يحطوها في ازايز بلاستيك ويرموها في البحر، على اساس يعني ان هي الطيارات الجارفه هتبعتها لغزه. ويظهر بعدها فيديو لناس او لشاب واقف في قطاع غزه بيقول ان الصياد اللي معاه اصطاد الازازه اللي فيها اصلا الغذاء ده. وبعد ما الناس تتفرج على الفيديو وتدقق فيه تلاحظ ان غطا الازازه اللي فوق ده مش ازازه مصريه، دي ازازه من انتاج شركه كوكاكولا الاسرائيليه. يعني الازازه دي اصلا كانت من هناك من قطاع غزه، ما جاتش من مصر. وقبلها برضه في فتره نلاقي فيديوهات تنتشر على تليجرام لشابين مصريين بيدعوا ان هم اقتحموا مقر امن الدوله وحبسوا ضباط جوه وبيطالبوا ان مصر تفك الحصار اللي عاملاه على قطاع غزه. وقبلها برضه شفنا الشاب المصري اللي اسمه انس حبيب سايب السفاره الاسرائيليه في هولندا ورايح لسفاره مصر هناك عشان يصور نفسه وهو بيشتم موظفين السفاره وهو بيقفل عليهم الباب. الاحداث دي اتكرر منها كتير بشكل مباشر او غير مباشر في الهجوم على مصر. تحس كده ان في جهاز مخابرات لدوله معاديه لمصر اعلن علينا الحرب وبدا يحرك كل عملائه وقطع الشطرنج بتاعته في وقت واحد. طب ايه الحكايه؟ وليه مره واحده كده لقينا الموجه عليت على مصر وبقينا نتهاجم وناخد ضربات من كل ناحيه؟ ده نلخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. يوم الخميس 31/7/2025 نصحى كلنا على حاجة عبثية جدا، حاجة لو حد دخل في غيبوبة في 2000 مثلا 23 أو 24 وصحي النهارده كان هيتجنن. إيه اللي هو شايفه ده؟ مشهد قمة في العبث. مجموعة من المتظاهرين المسلمين اللي يعني معاهم الجنسية الفلسطينية واقفين في منطقة تل الربيع أو مدينة تل الربيع اللي موجودة في إسرائيل. واقفين فين بقى؟ واقفين قدام سفارة مصر، سفارة مصر اللي في إسرائيل، ورافعين لافتات شتيمة وإهانة للنظام المصري. وواقف جنبيهم على طول مواطنين إسرائيليين بيتضامنوا معاهم وبيتظاهروا معاهم. المظاهرة دي بقى يا سيدي كانت بقيادة كمال الخطيب. طبعا انت لما تلاقي مظاهرة في إسرائيل اعرف على طول ان هي مش عشوائية كده. اي حد بيتظاهر في إسرائيل معروف ان هو لازم ياخد تصاريح من وزارة الداخلية اللي عندهم يعني او وزارة الامن القومي. فانت اول ما تشوف قدام عينك مظاهرة فيها فلسطينيين وفيها اسرائيليين اعرف على طول ان هم خدوا تصاريح. طب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده بقى معناه ان عمنا كمال الخطيب ده او كمال الخطيب راح الصبح للاسم اللي تابع للمنطقه هناك وطلب منهم ان هو هيتظاهر ضد النظام المصري. فطبعا ووزاره الداخليه يعني الاسرائيليه هتقول له والله ده انت لقطه، خد يا عم هنختم لك التصريح وخد اطلع اتظاهر براحتك. انت متخيل ان شخص فلسطيني رايح لوزاره الداخليه الاسرائيليه اللي بيتزعمها او بيديرها إتمار بن غفير؟ إتمار بن غفير اللي هو بيقولوا عليه سفاح. إتمار بن غفير ده كان بيدعو لتهجير كل الفلسطينيين من قطاع غزة، وكان بيدعو كمان لو ما طلعوش ان هم يقتلوه. صاحبنا الفلسطيني ده رايح ياخد منه تصاريح ان هو يهاجم النظام المصري. طب يا عم كمال يا خطيب انت عايز تظاهر ضد مصر ليه؟ يعني هتقف في المظاهره تقول ايه؟ مش هتصدق العبث. عمنا كمال الخطيب طالع يقول ان مصر هي اللي فرض حصار على قطاع غزه، وان مصر لازم تفتح معبر رفح وتدخل المساعدات، وان مصر هي سبحان الله اللي مجوعه اهل القطاع وال200 اللي مجوعه ال2 مليون اللي قاعدين في قطاع غزه، وان مصر هي اللي متسببه في وفاه او استشهاد 60,000 واحد من اهل القطاع، منهم نصهم اصلا اطفال. يا سبحان الله، مصر هي اللي عملت كل الحاجات دي. اللي يضحكك ان كان من ضمن الشروط ان المظاهره دي يتوافق عليها ان كان لازم يترفع فيها العلم الاسرائيلي. والله يعني ايه؟ الشرطه او الحكومه الاسرائيليه قالت لهم كده مفيش علم فلسطيني يترفع، انا مش عايز نوش هنا،
هترفعوا علم اسرائيل، غير كده ما ترفعوش. وفعلا الفيديوهات اللي خارجه من المظاهره في اعلام اسرائيل اللي هي المرفوعه، ما شفناش مثلا علم دوله عربيه ولا علم فلسطين اللي بيتظاهروا عشانها، لا ده العلم الازرق بتاع اسرائيل. طبعا الاعلام الاسرائيلي مش هيشوف حدث يعني بالجمدان ده يعني ده اخواتنا الفلسطينيين اللي عملوا كده عملوا فيهم جميله في الاسرائيليين، شافوا الاحداث دي ومش هيسكتوا، لازم طبعا نتكلم. واللي اتكلم عن الموضوع ده صحيفه هآرتس الاسرائيليه، وقالت يا جماعه يا اهل العالم يا متحده، زي ما انتم شايفين اهم، مش بكلامنا، ده بكلام الفلسطينيين اللي هم مغلوب على امرهم واللي بتحصل فيهم المجاعه والكوارث دي كلها، هم اللي بيقولوا هم بيطالبوا مصر فتح المعبر بتاع رفح. يعني احنا غسلنا ايدينا من الموضوع ده، احنا مالناش دعوه، وان مصر ليها دور في الحصار المفروض على غزة وليها دور في تجويع أهل القطاع. الصحيفة كمان اتكلمت إن في نشطاء إسرائيليين كانوا موجودين ومتضامنين مع الفلسطينيين اللي كانوا في المظاهرة. يعني إحنا كمان كإسرائيليين أهو كنشطاء والله بنحط صوتنا جنب صوت إخواتنا الفلسطينيين، سبحان الله، دول ودول بقوا إخوات، والاتنين بقوا واقفين ضد مصر. حد بقى يقول لي طب هو إيه الهدف من المسرحية دي؟ إيه الهدف من الضغط اللي على مصر ده؟ يعني هيستفادوا ايه؟ الهدف يا صديقي هو ازاله الضغط من على الحكومه الاسرائيليه، عايزين يحوشوا الضغط ويشيلوا الضغط ويخففوه عن بنيامين نتنياحو ونظامه المجرم. لما نيجي بقى احنا نقول ان مصر والله هي اللي مشاركه معانا في الحصار وان مصر هي اللي مجوعانا، نبره الحده والهجوم اللي على النظام الاسرائيلي هتقل. طب في حاله ان فعلا الضغط ده نجح وان مصر فعلا لقت ان كل الدول العربيه وكل دول العالم وكل الدول الحقوقيه بتقول لها صدقوا السيناريو بتاعهم يعني، وبيقولوا لها مصر انت اللي في ايديكي مفتاح تخفيف الضغط عن اهل القطاع. في الحاله دي لو السيناريو ده نجح ايه اللي هيحصل؟ والله ساعتها ممكن نلاقي اسرائيل بتفتح المعبر اللي من ناحيتها. احنا عارفين ان معبر رفح مقسوم لبوابتين، بوابه مسيطر عليها الطرف الاسرائيلي اللي هو اصلا البوابه الفلسطينيه، وبوابه مسيطر عليها الطرف المصري اللي هو معبر رفح من الناحيه المصريه. اول ما يتم الضغط على مصر هتيجي اسرائيل تفتح البوابه اللي مسيطره عليها اللي هي البوابه الفلسطينيه وتشغل على طول الضرب والقصف على اهل القطاع وتمنع عنهم اي اكل يخش. طب في الحاله دي لو انت من الناس اللي عايشه في القطاع هتعمل ايه؟ يعني مقفول عليك من كل النواحي وبتضرب عليك من فوق وابنك جعان، هتعمل ايه؟ وانت شايف ان المعبر الفلسطيني بقى مفتوح. اول حاجه ما هتيجي في دماغك مش ان هي تتحرك على طول وتهرب من منطقه الحرب دي. طب هتهرب هتروح على فين؟ هتروح على اتجاه مصر. ده معناه ايه؟ معناه ان مشروع التهجير بيتم تنفيذه. اصل حط نفسك يعني مكان اب او ام قاعدين دلوقتي في القطاع، مفيش اكل مفيش شرب، بقالنا ايام ما كلناش، الطيران الحرب الاسرائيلي رجع يقف علينا دلوقتي تاني، وانا شايف ناس حواليا بتموت وقاعد في الشارع مفيش بيوت، وابص كده الاقي ان اسرائيل فتحت المعبر وبتقول لنا كده والله انت لو مش عاجبكم الحال هنا، لو عايزين تطلعوا اطلعوا. انت كأب وام قاعده في القطاع هتعمل ايه؟ مش هتجري على طول تجاه المعبر؟ طب مصر بقى اللي هي بيتعمل عليها الضغط دلوقتي وبيتقال ان هي محاصره القطاع، لو الضغط ده نجح وفعلا اهل غزه جم وطلعوا وبيحاولوا يعدوا الحدود، هنا بقى هتيجي فايده الضغط. هل مصر هتفتح لهم هي كمان بدورها المعبر من الناحيه المصريه وتمرر مخطط التهجير وتعديهم، ولا هتقف لهم وتقول لهم لا؟ هنا بقى مصر هتبقى محطوطه في الكورنر، مزنوقه كده في كورنر. هل هتسيبيهم يموتوا جوه ويموتوا من الجوع ومن القصف، ولا هتدخليهم عندك وتبني لهم مقاوي او خيم؟ هنا بقى ده الخطه اللي الاسرائيليين عايزين يوصلوا مصر ليها، ان هم يضغطوا عليهم ويقنعوا العالم كله ان مصر هي اللي مسؤوله عن مخطط التجويع ومخطط الحصار، علشان يحطوهم قدام والله ده الناس كلها والعالم كله صدق خلاص ان انتوا اللي مجوعينهم. فكمان لما تيجوا تمنعوهم ان هم يخشوا عندكم، خلاص ده هتبقى ايه، لزقت في مصر رسمي ان انتوا كمان بتجوعوهم وان انتوا كمان بتحاصروهم مش عايزين تفتحوا لهم الباب. طبعا احنا كلنا عارفين مين صاحب المخطط ده، اول ما جه اللي هو ترامب اللي مسك رئاسة الولايات المتحدة. الراجل ده من الآخر يا جماعة بيلعب على المكشوف، وأول ما لقى رئيس وزراء كندا طلع وبيعترف إن هو أو بيقول يعني إن هو يعترف بدولة فلسطين في شهر 9 الجاي، أول ما شافه عمل كده راح نزل على موقع تويتر على الأكاونت بتاعه إنه والله إحنا لازم نعيد دراسة الاتفاقات التجارية اللي بيننا وبين كندا. الراجل شغال حرب تجارية، أي حد هيخرج عن طوعي أو هيقف قدام مخطط التهجير أو هيعلن إن بلده هتعترف بفلسطين، هنقف الولايات المتحدة وإسرائيل هيقفوا قدامه وهيلعبوا عليه حرب تجارية.
فاللي بيحصل دلوقتي ان مصر عليها ضغوطات من كل حته، هتلاقي في لعب وفي تحريك في الشأن الداخلي او الامن الداخلي المصري، زي العمليه اللي شرحتها لكم في اول الفيديو بتاعه اختراق امن الدوله. هتلاقوا اشاعات كتير طالعه، هتلاقوا فكره زي فكره الازايز دي. طب ليه فكره الازايز دي تتعمل؟ علشان هم المخابرات يعني الاسرائيليه بتجس النبض المصري. هل المصريين هيتحركوا ومشاعرهم هتتحرك وهيمشوا ورا موضوع او فكره ان هم يرموا اكلهم في البحر؟ والله الفكره دي لو نفعت ده احنا كده ممكن بعدين نوجههم لافكار تانية اكتر تطرفا. يعني احنا والله ايه المانع ان احنا نقول لهم انزلوا تظاهروا واقلبوا النظام، لان النظام بتاعكم هو اللي قافل وهو اللي حابس اهل القطاع. فهم بيتستوا كده او بيختبروا الافكار بتاعتهم، هل هتلاقي استجابه من الجانب المصري او من الداخل المصري، ولا هتلاقي بمعارضه وان الفكره دي ساذجه وان عمر ما الاكل ده هيوصل لهناك. فاحنا اليومين دول بنتعرض او مصر بتتعرض لاكبر حمله ضغط وشغل مخابراتي عالي قوي. ولو استسلمنا او يعني الناس جوه وقعت في حته ان هي تصدق الاشاعات او تصدق الحوادث اللي بتحصل في مصر، هنخش للرحله الاخيره واللي هي رحله التهجير. لا ما تفتكروش ان الحرب دي هتخلص في غزه بهدنه والاحتراف بالدولتين، دي احلام ورديه. الحرب دي هتنتهي بموت اللي عملوا مجزره 7 اكتوبر اللي هو حماس، وبانتهاء قطاع غزه. اسرائيل ناويه ان هي ما يكونش في غزه تاني خلاص. فدلوقتي العقبه اللي واقفه قدامهم هم ال 2 مليون اللي قاعدين في القطاع، لازم يطلعوهم سواء بالتهجير في دول خارجيه او بالتهجير في سيناء او بالموت، اللي هي يفضلوا قاطعين عنهم الاكل والشرب لحد ما كلهم يموتوا. في النهايه لازم كلنا ناخد بالنا من الحملات الممنهجه اللي بتحصل على بلدنا سواء من الداخل او الخارج. وبس كده يا سيدي، لو وصلت معانا لحد هنا اعمل لنا لايك واشتراك في القناه، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك الخلاصه. سلام.